تخيل لو كانت حياتك كلها متعلقه بخيط بيفصل بين النصر والهلاك، عالم مليء بالاسرار والمعارك الملحميه وابطال يسعون لتحدي المستحيل. النهارده هنعيش حكايه هتخليك مشدود لاخر ثانيه. استعد لانك على وشك تعيش رحله مش هتنساها. وريني حماسك واشترك في القناه واعمل لايك علشان تكون معانا في كل مغامره بنعيشها. ويلا بينا نبدا سرد الحكايه. ده هو شون، ولد في المدرسه الثانويه ولكنه مهووس بالكريستالات من وهو صغير. كان بيعدي على محلات بيع الكريستالات علشان يتفرج على الكريستالات الجديده، مره قبل ما يروح المدرسه ومره بعدها. وفي يوم لما بيخلص مدرسه بيرجع للبيت وبيقعد ياكل مع والدته اللي كانت عالمه اثار. بيتكلم معاه بحماس عن انواع الكريستالات اللي شافها، فبتساله والدته اذا كان متحمس لعطله نهايه الاسبوع ولا لا. فبيقول لها ايوه مستعد ومش قادر استنى لعيد ميلاد ابويا. بيقول لها انا هتاكد بنفسي ان هو يرجع للبيت السنه دي. فبتقول له انه ممكن ينسى زي كل سنه، لكنه بيطمنها وبيقول لها انه بيكلمه كل يوم ولو ما جاش هيروح يجيبه من المكتب بنفسه. وبتفوت الايام لحد ما الاسبوع بيخلص. بيجي عيد ميلاد ابو شون، فبيبعت له شون رساله الصبح وبيقول له ان هو هيستنوه يحتفلوا بعيد ميلاده النهارده الساعه 7 بالليل، وبيطلب منه يرجع بدري وبيقول له ما تنساش اي حاجه من الكلام اللي انا قلته لك ده. لكن بيجي الليل والساعه 7 بتعدي وللاسف بيكون شون مع والدته لوحدهم ووالده لسه ما رجعش، لحد ما الساعه بتقرب على 8 ووالدته بتحس بالياس وبتطلب منه ان هم يتعشوا من غيره. لكن شون بيرفض انه يستسلم وبيقول لها ان هو هيروح يجيبه من المكتب بنفسه زي ما قال لها. وبالفعل بيتحرك لهناك وبيوصل للشركه اللي والده شغال فيها وبيطلع المكتب بتاعه ولكنه مش بيلاقيه موجود. وهناك بياخد باله من كريستاله موجوده في المكتب، فبيروح يمسكها وفجاه الكريستاله دي بتنور، بتتفتح بوابه من الطاقه وبيظهر منها عالم غريب اول مره يشوفه. ولما بيحاول يلمس فجوه الطاقه اللي ظهرت دي بيلاقي نفسه اتسحب لجوه. وفي نفس الوقت في العالم اللي بطلنا دخل فيه بيظهر ولد اسمه اميليو وبيكون ماسك خنجر في ايده وبيروح علشان يقتل الملك بتاع العالم ده اثناء ما هو نايم علشان ينتقم لابوه الملك السابق. ولكن الملك فجاه بيصحى من نومه وبيوقفه. ولما اميليو بيحاول يهاجم الملك مره ثانيه بسلاح غريب بيخرج من جسمه، بيخرج الملك هو كمان سلاح شبيه ليه وبيتصدى لهجماته بسهوله. وكمان بيكون على وشك ان هو يقتله، ولكن فجاه بيأمر الحراس ان هم ياخدوه للسجن مش اكتر. فبيروح اميليو للسجن وهو قاعد في الزنزانه بيفتكر الماضي بتاعه وهو صغير لما اكتشف حياه ان ابوه مات على ايد الملك ده. ومن ساعتها وهو قرر ينتقم ويقتله بنفسه، ولكنه بيتعصب لان الفرصه جت له وهو فشل فيها. وفجاه هو قاعد بيلاقي نور غريب بيظهر قصاده وبيخرج منه شون، واللي بيكون مش فاهم هو فين. وحتى اميليو بيكون مصدوم ومش عارف هو ازاي ظهر كده. هو لكنه بعدها بيستوعب انه من مكان اسمه السطح وبيطلب منه انه يهرب بسرعه، ولكن الحراس بيوصلوا قبل ما شون يفهم اي حاجه وبيهددوه بالقتل. فبيحس شون انه هيموت فعلا، لكن فجاه بيخرج سلاح من جسمه زي ما اميليو عمل قبل كده. ورغم ان اميليو بيكون مصدوم لكن بيطلب منه يستخدم السلاح ده بسرعه. وبالفعل شون بيستخدمه من ضربه واحده، بيدعي على كل الحراس وبيكسر الزنزانه وبيخرج اميليو منها وبياخدوا وبيهربوا لحد ما بيخرجوا بره القصر. فبيقابلوا واحد من قبيله زو، ودي قبيله مخلصين للملك، واول لما بيشوفهم بيخرج السلاح بتاعه بيحاول يقتلهم. فبيبدا اميليو قتله وبيامر شون هو كمان يخرج السلاح بتاعه، لكن شون ما بيكونش عارف ازاي يعمل كده لحد ما السلاح بتاعه بيخرج تلقائي اول لما الراجل ده بيحاول يهجم عليه. فبيمسك شون السلاح وبيهاجم الراجل ده، وبعدها اميليو بيروح ياخده وينط في النهر علشان يهربوا بسرعه. بيدخلوا للمجاري وهناك بيحاول اميليو يفهم سبب وجود شون في المكان ده رغم ان هو من السطح، وازاي مع السلاح اللي بيخرج من جسمه ده واللي بيطلقوا عليه الاثر المشؤوم. لكن شون ما بيكونش فاهم اي حاجه وبيساله هم فين بالظبط، فبيعرف منه ان هم في مكان اسمه اندروا. وبعدها بيكملوا في طريقهم لحد ما بيخرجوا يقابلوا بنت، وبيعرف شون منها ان اميليو ده امير. فبتتفاجئ البنت لما بتعرف ان شون اصلا من السطح. فبيحاول شون يعرف ليه اميليو كان محجوز رغم ان هو امير، لكن مش بيرد عليه وبيفضلوا يتخانقوا لحد ما البنت دي بتوقفهم. بيتفاجئ شون لما الشمس بتطلع وبيكتشف ان الشمس اللي بتنور العالم ده عباره عن كريستاله كبيره. وبعدها بيتعرف شون على اميليو والبنت اللي معاه، وبنعرف ان اسمها إليسيا والحيوان الصغير بتاعها ده اسمه فلاريون. وبعد ما بيتعرفوا بيقرر اميليو انه ياخدهم ويهربوا، وفي نفس الوقت بيكون الملك مستمر في البحث عن اميليو. في الوقت ده بيكون اميليو في طريقه مع الباقيين لواحد اسمه باسكال، لكن في الطريق بيواجهوا مجموعه خنازير بريه وبيضطروا يقتلوهم. ومن مجرد ما بيكونوا على وشك هزيمتهم بيقع شون وإليسيا في فخ، وبيكتشف اميليو فخ تاني ولكنه بيستخدمه في التخلص من الخنازير. وبعدها باسكال بيظهر وبيكتشف ان هو اللي كان عامل الفخ ده وبيخرجهم منه. وبعد ما بيخرجوا بيتكلم شون مع باسكال وإليسيا اللي بيكونوا متفاجئين لان شون معاه اثر مشؤوم رغم انه من السطح. فبيقرر باسكال ياخدهم لبيته علشان يتكلموا براحتهم، وبياخدوا الخنازير اللي هم قتلوها علشان يحضروا منها اكل كمان. وبعد ما بيخلصوا تحضير الاكل بيقعدوا ياكلوا كلهم مع بعض، وعلى الرغم من ان الاكل كان لذيذ بالنسبه لهم الا ان بطلنا كان بياكلوا بالعافيه وبيستغل اميليو ده علشان يتريق عليه. وطبعا بيقعدوا يتخانقوا كالعاده. بيحاول باسكال يتكلم بعدها مع شون علشان يعرف هو وصل لهنا ازاي، فبيحكي له اللي حصل لما مسك البلوره وبيسالهم ازاي يرجع للعالم بتاعه. فبيسكت باسكال شويه ولكنه بيقرر يشرح له الوضع، وبتجيله خريطه للكره الارضيه وبيقول ان العالم اللي هم موجودين فيه حاليا موجود تحت الارض، والشيء اللي بينور بدل الشمس ده هي الكريستاله واللي اسمها ادماس. وضوء الشمس بيوصل من القطب الشمالي وبيتجمع في البلوره دي وبينور لهم العالم بالنهار، وبالليل الضوء بيتشتت وبتكون بدل القمر. هو بيقول
له ان العالم ده ما فيهوش اي تغيير في فصول السنه، وكمان اللي عمل العالم ده قرر يخليه سر عن الناس اللي على السطح. ولكن برغم ده الناس اللي في اندروا تعرف السطح لان كان في تبادل ما بينهم وما بين الناس من زمن بعيد، وده عن طريق مدينه اسمها بابليون، والمدينه دي بتربط بين السطح وبين اندروا. ولكن للاسف يا شون المدينه دي اتدمرت بسبب كارثه حصلت ليها، وساعتها تم الفصل ما بين السطح واندروا. ولكن الملك الحالي بيحاول يرجع مدينه بابليون مره تانية. بعدها بيطلب باسكال انه يشوف السلاح بتاع شون، وبعد ما شون بيخرجه بيطلب من باسكال يشوف سلاحه هو كمان. لكن باسكال بيقول له ان مش كل الناس في اندروا بيقدروا يعملوا الاثر المشؤوم، وبرغم ده الموضوع مش مرتبط بالقوه، الا لانهم لحد دلوقتي مش عارفين السبب. وبيعرف كمان ان السلاح بتاع اليسيا هو الوحش بتاعها، وبيشرح باسكال سبب وجود الاسلحه دي من الاساس. لكن شون مش بيفهم حاجه، وكل اللي بيكون مهتم بيه انه يروح لبابليون علشان يرجع للسطح مره تانية. وخلينا نقف هنا علشان انتهز الفرصه واحكي لك عن قناتنا الاحتياطيه اللي موجوده في الكومنت المثبت، يا ريت تشترك فيها علشان لو في حصل حاجه يعني لا قدر الله انت ما حدش ضامن. واشترك هنا برضه، مش معنى انك تروح تشترك هناك وتشتركش هنا، يعني اشترك. المهم يلا بينا نكمل. واثناء ما كانوا بيتكلموا فعرفوا ان حراس الملك اكتشفوا مكانهم وجايين ناحيتهم، فبيستخدم باسكال الافخاخ بتاعته علشان يعطلهم، وبيستخدم الطياره بتاعته بياخدهم وبيهربوا بسرعه. واثناء هروبه بيقول لهم ان الحراس بيطاردوهم بسببه، وده لانه السبب في تعطيلهم عن ارجاع مدينه بابليون. لكن شون بيفرح لما بيعرف ان ممكن يرجعها في اي وقت، وبيكون عايز يروح لهناك فورا. لكن باسكال بيحاول يهديه، بياخدهم وبيروحوا المخبأ تاني موجود جوه حفره. وبعد كده بيقعد يتكلم مع اميليو وبيساله هو انت ازاي قابلت شون، فبيحكي له بيقول له عن اللي حصل، وبيقول له ان هو شاف عالم غريب اول لما شون ظهر. فبيقول له باسكال ان العالمين بتوعهم ما ينفعش يتشابكوا مع بعض، وبيعرفوا ان في نصوص في السطح بتحذرهم من القاع. ولكن في ناس في السطح مقتنعه برضه ان في جنه تحت الارض اسمها شمبالا، ومن زمان كان في اتصال ما بينهم وما بين السطح عن طريق مدينه بابليون. علشان كده الملك بيحاول يرجعها مره تانية، وطلب مساعده المختبر الملكي اللي هو كان واحد منه، ولكنه كان ضد القرار ده. علشان كده ساب القصر لانه شايف ان العالمين ما ينفعش يتواصلوا مع بعض مره تانية. وبعد كده بيتكلموا عن الملك وبيقولوا انه عايز يروح لبابليون قبله علشان يرجع شون وبعدها يدمرها. ولكن ايميليو ما بيكونش عايز يورط باسكال معاه في الحوارات دي، لان باسكال اساسا ما يعرفش ان هم بيطاردوه علشان حاول يقتل الملك. وباسكال كمان كان بياخد باله منه زمان، وكان من اعز الاشخاص عليه. وكره ايميليو زاد للملك لانه خلى باسكال يمشي من القصر بسبب بحثه عن مدينه بابليون. وبعد ما بيخلص باسكال كلام بيتجمع مع الباقي وبيتنكر بشكل مختلف، وبيقول لهم ان هو هيروح يشتري شويه حاجات من القريه، ولو عدى يوم كامل وما رجعش يقابله في قريه اسمها ماجيدو. بعد كده بيقعد ايميليو يتفاهم مع شون علشان يبطلوا خناق شويه، وبيحاول ايميليو يكلمه علشان يساعده في هزيمه الملك قبل ما يوصلوا لبابليون. وبيقول له انه عنده خطه ولكنهم محتاجين يمشوا بالليل لما اليسيا تنام علشان ينفذوها. وبالفعل بيوافق شون يساعده، وبالليل بيمشوا لما اليسيا بتنام علشان يخرجوا لتنفيذ الخطه. بيتحركوا لحد ما بيوصلوا المكان، وبيكون ايميليو معرف شون ان المكان ده فيه تعزيزات. ولكن اول لما بيوصلوا بيظهر شويه اشخاص وبيقولوا له ان دي منطقتهم وبيهددوه بالقتل. ولكن ايميليو بيقول لشون ان الاشخاص دول هم التعزيزات. بيتفاجئوا الناس من كلامه، ولكن بيقرر القائد بتاع المجموعه دي انه يسمع ايميليو. ولما بيعرف انه عايز يقتل الملك وعايز مساعدتهم بما انهم ثوار بيكون مستغرب في البدايه، وبيقرر بقيه الفريق ان هم يعتقلوه. ولكن لما القائد بيشوف اصراره بيساله انت هتعمل ايه بعد ما يقتلوا الملك. ايميليو ما بيقدرش يرد عليه، وبيقول له انا مش مهتم باي حاجه تانية في حياتي غير اني اقتله بس. بيستهزأ القائد بيه وبيتعصب ايميليو وبيحاول يهجم عليه بالاثر المشؤوم، لكن القائد بيتغلب عليه بسهوله عن طريق السلاح حقيقي. بيقول له التخلي عن كل حاجه تعتبر غباء. فبيفهم ايميليو في الوقت ده انه يقصد انه لازم يحل محل الملك لما يقتله، لكنه محتاج يثبت انه يستحق دعمهم الاول. فبيقول لهم شون انه هيثبت ده، وعلشان كده بيقرر القائد انه يساعده بس بشرط ان هم يسمعوا كلامه. ولكنهم بيقولوا له انهم لو حسوا ان هو مش ملك مناسب هيتخلوا عنه. في نفس الوقت ده كان باسكال في القريه وبيقابل زميل قديم ليه بيقعد يتكلم معاه عن موضوع بابليون. فبيقرر زميله ده انه يساعده، وبيتصدم باسكال لما بيعرف ان ايميليو كان في السجن لانه حاول يقتل الملك وحاليا مطلوب القبض عليه. وبنرجع تاني لايميليو وشون اللي بيكونوا مع الفريق، وبيتفاجئوا ان هم مضطرين يشاركوا الفريق في كل حاجه زي الطبخ والغسيل لان القائد حتى هو كمان بيشارك. واثناء ما كانوا شغالين بيقع واحد اسمه جو في النهر وبيفقد الوعي لشويه وقت، لكن ده شيء بيحصل له دايما. وفي الوقت اللي بيكون فاقد فيه الوعي ده بيشوف المستقبل بسبب عدم قدرته على التحكم في قوته. وبالفعل لما بيقوم بيقول لهم ان هو شاف المستقبل، لكن المره دي شاف شون وهو واقف في عالم مجهول. فبيفرح شون لان بالشكل ده هيرجع للعالم بتاعه، لكن جو مش بيقدر يواجهه بانه شافه متضايق ومصدوم. وبيرجع باسكال في نفس الوقت وبيعرف من اليسيا ان ايميليو وشون اختفوا، فبيقلق وبيروح يدور عليهم. اما شون فبيكون متحمس لما بيعرف انه قرب يرجع لعيلته، لكن ايميليو بيروح يتضايق لانه صدق الكلام بتاع الفريق ده. بتشتغل الخناقه ما بينهم لدرجه ان هم بيبداوا يضربوا في بعض، وعلى الرغم من ان القائد ديمترو بيكون شايف ده الا انهم بيسيبوهم يخلصوا قتالهم عادي، وده لانه بيكون شايف ان القتال ده هيخليهم يعرفوا يفهموا بعض اكتر. وفي نهايه القتال بيفقدوا هما الاثنين الوعي وبيقعوا على الارض. وبعد ما بيفوقوا بياخدهم القائد وبيعمل اجتماع معاهم وبيبلغهم ان في اشخاص كتير رافضين يساعدوهم ضد الملك، ولكن لو
اتجهوا للشمال، فالنبلاء اللي هناك ولاهم للملك قل. وكمان بيقول لهم ان هم محتاجين مساعده عشيره زو لان الجيش الملكي كبير وعدده اكتر من 80,000 جندي تقريبا. وبرغم ان ايميليو بيكون معترض وحتى شون بيقول ان هم قتلوا واحد منهم قبل كده وكان قوي وصعب الكلام معاه، لكن بيفضل القائد مصمم على رايه. وده لان عشيره زو كانت مضطهده دايما بسبب النبلاء والملوك، وبالشكل ده هيكونوا واقفين في صفهم. وبعد الاجتماع بيبدا ايميليو وشون يفكروا في الفوائد اللي هتحصل لهم لو اتعاونوا مع عشيره زو، وبيحس كل واحد منهم ان هم لو نجحوا في التحالف فبالشكل ده مش هيكونوا محتاجين مساعده بعض، وان كمان مش هيكونوا مضطرين يكملوا طريقهم سوا تاني. في الوقت ده بتاخدهم واحده من الفريق اسمها لويز علشان تساعدهم في تطهير الجروح بتاعتهم بسبب القتال اللي حصل ما بينهم. فبيسالها شون اذا كان التحالف مع مجموعه الوحوش دي هينجح، فبتقول لهم ان العشيره دي تستخدم العنف بسبب الاضطهاد اللي تعرضت له من ناس اسمهم الاندرياس، لكنها بتقول لهم حاليا حتى الاندرياس بيتعرضوا للاضطهاد. في الوقت ده بيكون القائد ديمترو قاعد بيفكر في طفولته مع صديقه اللي اسمه لويس اللي كان من عشيره الزو، وصديقه ده انقذه لما تاه في الغابه في مره، ومن ساعتها بدا يعلمه اساليب القتال. ولكن في مره بيشوف واحد من الزو بيتعرض للاضطهاد، ولما بيدافعوا عنه بيتم الهجوم عليهم وبيموت لويس من شده الاصابه. فبيقرر ديمترو انه يبقى اقوى لحد ما يوصل لوضعه الحالي. وبنرجع تاني للابطال بتوعنا بعد ما لويس عالجت الجروح بتاعتهم وبتسيبهم علشان يناموا، لكنهم بيقعدوا يفكروا ازاي التحالف مع الزو هينجح. وتاني يوم لما شون بيصحى بيروح لجو بيحاول يخدعه بكذا طريقه علشان يفقدوا الوعي، عشان كان فاكر ان بالشكل ده هيخليه يشوف حاجات اكتر عن المستقبل بتاعه. لكن جو بيكتشف خدعته، ولما بيحاول يطمنه بيقول له لو لقيت حاجه اسمها طائر اندور الازرق هتقدر ترجع للسطح بتاعك تاني. بيخليه يجري في اتجاه الحفره اللي كان عاملها له، ورغم ان شون بيقع فيها لكنه بيكمل جري في نفس الاتجاه ومش مستوعب ان جو كان بينتقم منه. وفجاه وهو بيجري بيقابل الوحش اللي هم قتلوه قبل كده. بيبدا القتال ما بينهم وشون بيبقى على وشك ان هو يتصاب، لكن ايميليو بيوصل وبينقذه وبيبداوا يقاتلوا مع بعض. بيكون شون على وشك الاصابه مره تانية، ولكن لحسن الحظ السلاح بتاعه بيتطور وبينطلق للهجوم على الوحش مع ايميليو وبيقدروا يصوبوه مع بعض. في نفس الوقت ده كان فريق ديمترو بيواجه باقي المجموعه اللي كانت مع الوحوش واللي كانوا جايين يقبضوا على ايميليو في الاساس. ولما بيخلص ايميليو قتال هو وشون بيبداوا يجروا يهربوا، وفي طريقهم بيقابلوا اليسيا وباسكال. فبيتضايق باسكال اول لما بيشوف مجموعه ديمترو، ولما مجموعه ديمترو بيشوفوهم هم كمان بيتضايقوا وبيسيبوهم وبيمشوا. فبيقعد باسكال يتكلم مع ايميليو بيقول له انا عارف ان انت عايز تقتل ابوك. فبيقول له ايميليو انه مش بيعتبره الملك وان ده مش ابوه اساسا، وانه ناوي يتعاون مع الثوار دول علشان يقتلوه وينتقموا لوالده الحقيقي. فبيقول له باسكال انت ما ينفعش تكون مصدق ان الملك ده هو اللي قتل ابوك بسبب كلام سمعته من غير اي دليل، وحتى لو قتله فاحنا ما نعرفش السبب اللي خلاه يعمل كده، ولازم تعرف الحقيقه الاول قبل ما تتصرف اي تصرف. فبيتضايق ايميليو وبيسيبه وبيمشي. وحتى اليسيا هي كمان بتتخانق مع شون بسبب اللي هم عملوه، وخصوصا ان هم سابوها لوحدها وبتسيبهم وبتمشي. وفي الليل بيعمل فريق ديمترو اجتماع علشان يقرروا هيعملوا ايه بعد كده. فبيقرروا يخلوا ايميليو معاهم علشان هيكون مفيد ليهم، وبيقولوا كمان ان المجموعه بتاعته هتكون مفيده وان مفيش منهم اي ضرر. واثناء الاجتماع بيروح شون يتكلم معاهم لوحده وبيقول لهم ان الباقيين بيتخانقوا مع بعض لكنه مش مهتم باي حاجه بتحصل. انا كل اللي انا عايزه ان انا اوصل لمدينه بابليون في اسرع وقت. فبيقولوا له ان الطريق هناك خطير جدا واي غلطه واحده ممكن تقضي عليك. بيحذروا ان هم مش هيقدروا ياخدوا بالهم منه دايما، لكنه بيطمنهم ان هو هياخد باله من نفسه. بعد كده بيروح شون يتكلم مع ايميليو علشان يخليه يرجع، وبيكتشفوا لما بيرجعوا ان باسكال اندمج مع فريق ديمترو. وحتى لويز هي كمان بتفرح لما بتقابل اليسيا لانها بالشكل ده مش هتبقى البنت الوحيده في الفريق زي العاده. بتحاول تتعرف عليها، وبعد كده بيتحرك واحد من الفريق اسمه فيليكس وبياخد شون وايميليو معاه للصيد. وفي الطريق بيحاول شون يفك الجو شويه وبيسالوا عن سبب محاولاته في اسقاط الملك. فبيقول لهم ان الظلم انتشر بشده في اندورا واغلب الناس بتتعرض للاضطهاد، لكن ديمترو بيحاول يغير العالم وعلشان كده هو بيساعده. وفي نفس الوقت باسكال بياخد شويه قياسات ليها علاقه بالاثر المشؤوم، وبيكتشف ان المؤشرات بتاعه المدينه بدات تقل اكتر من الاول، ولكنه ما بيكونش عارف الموضوع له علاقه ببابليون ولا لا. والتاني يوم بيتحركوا كلهم في طريقهم لبابليون وبيوصلوا المدينه على البحر. بيقرروا يعدوا على جزيره فيها عشيره الزو في البدايه علشان يحاولوا يتحالفوا معاهم قبل ما يكملوا في طريقهم، ولكنهم بيستقروا في المدينه اللي كانوا فيها الاول لشويه وقت. فبيخرج شون للتسوق مع ايميليو واليسا، ولكن ديمترو بيخليه يخفي هدومه علشان ما يبينش ان هو من السطح. بعدها بينطلقوا للتسوق مع بعض، وبما ان شون ما معهوش فلوس من اندورا بيطلب من ايميليو ان هو يسلفه، لكن ايميليو هو كمان بيكون كحيانه معهوش فلوس. فبتقرر اليسا تسلفهم هما الاثنين. بيكملوا جولتهم مع بعض، واثناء ما كانوا راجعين بيسرق ولد صغير الخنجر بتاع ايميليو، وده الخنجر اللي كان الملك حاطه له. ولما بيجري يمسك الواد بيكتشف ان سرقه علشان ياكل اخواته، بيعتذر له على اللي هو عمله. فبيشاركوهم اكل من اللي كان معاهم، وبيلعب شون واليسا مع العيال. بعد كده بيقرروا يرجعوا للفندق تاني، ولكن بيقابلوا بنت صغيره في طريقهم، ولما بيحاولوا يساعدوها بتهجم عليهم، وبيكتشفوا ان هي عايزه تخلص على ايميليو تحديدا وبتستهدفه. هو للاسف قوتها بتكون كبيره وعلى وشك ان هي تصيبه بشده، ولكن لحسن الحظ فريق ديمترو بيوصل وجو بينقذه، وبيبدا ديمترو في مواجهه البنت. واثناء ده بيراقب الباقيين الوضع، وبيقول لهم جو ان البنت دي قاتله محترفه، ومن المشهور في المدن دي ان
الاطفال اليتامى اللي عندهم بقايا مشؤومه بيتم القبض عليهم وبيتباعوا في السوق السوداء وبيتم تدريبهم على القتال. بيتبعوا النبلاء واصحاب المناصب العليا، ولما بيخطفوهم بيقتلوا مشاعرهم، ولو فشلوا او عصوا الاوامر بيتم قتلهم. ومن الواضح ان اللي بعت البنت دي عنده كره للعيله الملكيه وعايز يقتل ايميليو، لكن ديمترو بيستمر في القتال لحد ما بيخلصها من الطوق اللي بيتحكم فيها وبيقول لها دلوقتي انت عندك الحريه تختاري وتقرري اللي انت عايزاه في حياتك. بياخدها معاهم وبيرجعوا للفندق وبيعرف الباقيين على البنت الصغيره واللي بيكون اسمها ميشا. بيروح باسكال يتعرف عليها وبيقول لهم ان هو هيسيبهم ويمشي مؤقتا. ولما ايميليو بيتكلم معاه بيعرف ان هو راجع للقصر لانه محتاج موارد موجوده في المختبر الملكي، وبيقول لهم ان هو هيبقى يرجع لهم لما يبقى يخلص شغل. وتاني يوم بيودعهم وبيمشي وبيكملوا هم كمان طريقهم للجزيره اللي عليها عشيره الزو. بيروحوا يركبوا السفينه اللي هتوديهم هناك واللي كان واضح عليها ان هي سفينه مهجوره علشان ما يلاحظش باقي المسؤولين. وهم ماشيين في الطريق بيتضرب فيليكس مع ميشا وبيتفاجئوا بان قوه ميشا في نفس قوه فيليكس، وللاسف الطريق ما بيكونش سهل عليهم وبيواجهوا عواصف كتير، وبعد عناء بيوصلوا للجزيره من غير ما يحصل لهم اي حاجه ولكن السفينه بتتدمر. هو بيبقوا مضطرين ان هم يعملوا تحالف مع جماعه الزو والا رحلتهم هتخلص بالشكل ده لان مش هيقدروا يكملوا من غير السفينه. واول لما بيوصلوا هناك بيتم القبض عليهم، ولكن الغريب ان ديمترو والباقيين ما بيكونوش خايفين حتى وان القائد بتاع الزو بيلاحظ ده. هو بيحس وقتها بشعور غريب ناحيتهم وبيسال ديمترو عن سبب وجودهم هنا، فبيقول لهم ديمترو ان هم محتاجين مساعدتهم ومن غيرهم مش هيقدروا يقاتلوا قوات الملك. وعلى الرغم من ان العشيره بتستهزأ بكلامه الا ان القائد بتاعهم بيساله طب انا ايه الفايده اللي هاخدها لو ساعدتك، فبيوعدوه ان هم يحققوا له العدل والكرامه وان مش هيتم اضطهادهم مره تانية، لكن القائد مش بيصدقه. فبيستغرب شون سبب غضبهم الشديد ناحيه الاندرياس، فبيسال جو عن السبب، فبيقول له جون الزازويان دول كان بيتم استغلالهم في الشغل اللي محتاج قوه بحكم ان هم الاقوى، ولكن اللي كان بيتعب منهم بيتم نفيه للجزيره دي، وده طبعا غير الاضطهاد اللي كانوا بيتعرضوا ليه. بس فجاه واثناء الكلام بيقول قائد العشيره لديمترو انا مستعد اساعدك بس بشرط، هو انك تتخلى عن حياتك يا ديمترو، ولو رفضت انا مش هساعدكم وهقتلك وهقتل كل اصحابك. فبيتعصب فيليكس هو وميشا وبيكونوا على وشك الهجوم عليهم، لكن ديمترو بيوقفهم ويوافق على شرط قائد العشيره، ولكن ده لو هيضمن له ان هو هيدعم الثوار المتمردين ومش هيأذي اي حد من اصحابه. بالفعل بيوافق رئيس العشيره وبيكون على وشك قتله، لكن لويس بتتدخل في اخر لحظه وبتنقذه. بيحاول باقي الفريق ان هم يضحوا بحياتهم بدل ديمترو، لكن القائد بيحترم قرار ديمترو بيقرر يتكلم معاه وما يقتلوش. بياخدوا لاوضه الضيوف وبيقدم له مشروب وبيعرفه بنفسه، بيقول له ان هو اسمه جاري درادو وبيساله عن هدفه، بيقول له انت ليه عايزنا قاتل معاك؟ فديمترو بيقول له انه عايز يعمل ثوره من غير اي اراقه دماء، وده عن طريق مدى اظهار قوتهم للعدو وكمان اظهار عدد الاشخاص المتعاونين معاهم. فبيساله قائد العشيره عن قصده لما قال له ان هو مش هيبقى الملك لان بالشكل ده العالم هينهار من غير حكم، فبيقول له ديمترو ان في حد غيره هيبقى الملك وده طبعا الاحسن ليهم، وده لانه هيكون شايف الصوره كامله وبيطمنه ان هو يختار حد يحقق العدل والمساواه من غير اي تمييز. فبيساله اذا كان اختار حد معين، ولكن ديمترو بيقول له ان هو لسه ما قررش. بيدرك ايميليو مدى الاضطهاد اللي تعرضوا ليه وبسبب ده بيتغير تفكير ايميليو، بيحس ان الانتقام من الملك مش كفايه زي ما ديمترو قال، وبيسال شون عن العالم بتاعه عامل ازاي. فبيبدا شون يكلمه وبيحكي له عن العالم بتاعه، بيقول له ان الحياه هناك احسن ومريحه اكتر، وحتى الاختراعات اللي باسكال بيعملها تعتبر حاجه عاديه والكل بيستخدمها فوق، وكمان مفيش اي تمييز وفي اكل يكفي الجميع. فبيحس ايميليو ان العالم بتاع شون عالم مثالي. وفي الوقت ده بيكتشف جماعه الزازويان التابعه للملك ان رئيس العشيره انضم لديمترو، بيكونوا متضايقين وبيكتشفوا ان شون اصلا من السطح. وبعد ما بيقرر رئيس الزازويان انه يساعد فريق ديمترو زي ما شفنا، بيديله سفينه علشان يكملوا في طريقهم، وبيديله جهاز شبه الصفاره كده، وبيقول له لو استخدمته هتقدر تستدعي طائر من طيور التواصل في اندوروا وممكن تطلب المساعده لو احتجتوها. وفي خلال الطريق بيبقى الجو برد جدا وبيتفاجئ شون ان هم محتاجين يطلعوا على جبل جليدي، ولكنهم بالليل بيقعدوا يتدفوا شويه وبيتكلموا عن اللي عملوه لحد دلوقتي وانهم محتاجين يعملوا ايه بعد كده. هو بيلاحظوا ان ايميليو متغير من ساعه ما قابل الزازويان. تاني يوم في الطريق على الجبل الجليدي بتتكلم اليسيا مع شون وبتساله اذا كان ايميليو ناوي يقتل الملك الحالي فعلا، فبيقول انه وعده يساعده لكن بيتمنى انه ما يعملش كده. وبتكون اليسيا متضايقه ان ايميليو مضطر يعمل كده لانها ما عندهاش اي فرصه ان يكون عندها عيله زيه، ولكن برغم ده فايميليو عايز يدمر العيله اللي عنده ومش بيحاول يصلح الامور. فبيقعد شون يتكلم مع ايميليو بالليل قبل ما ينام وبيساله ليه عايز يقتل الملك الحالي، فبيقول له انه كان بيحبه زمان وانه كان عايز يبقى زيه وبيعتبره قدوته، لكنه اكتشف ان قتل ابو الحياه علشان يحصل على العرش، ومن ساعتها بقى وحيد في القصر وقرر ينتقم منه. وحتى لما تعلق بباسكال فنفى بره القصر، فبيساله شون اذا كان باسكال يعرف موضوع انتقامه
بيفهموا ده فبيقول له ان هم اتخانقوا بسبب الموضوع ده اصلا. وبعدها بيسالوا انت هتعمل ايه لو كنت مكاني؟ فبيقول له شون انا هفكر في نفس تفكيرك كده، لكن انا امي موجوده ومش عايز ازعلها. بيقول له انت كمان زيي وعندك باسكال واليسيا، وحتى ابوك هيكون زعلان لانه مش هيحب يشوف ابنه بيتحول لقاتل. فبيتفاجئ ايميليو من كلامه لانه ما فكرش في الموضوع بالطريقه دي قبل كده. وتاني يوم بيكملوا في طريقهم لكن بيلاحظوا اثار تنين في الطريق، فبيحس شون بالقلق لكنهم بيتريقوا عليه لانه مش شجاع. فبيقول لهم ان التنانين مخيفه وممكن تطلع نار ومش هيقدروا يواجهوهم. بيقول لهم انا عارف ان الكلام ده من الاساطير والافلام، لكنهم بيتفاجئوا من كلامه وبيردوا جعله وبيقول له ان التنانين عندنا مش كده يا عم انت. وفجاه وهو ماشي بيقع في حفره، بينزلوا الباقيين وراه علشان يدوروا عليه ولكنهم بيكتشفوا ان الحفره دي بتؤدي لاحد الكهوف. وفجاه وهما ماشيين بيقابلوا تنين وبيكتشف شون وقتها انه كان ليه حق يقلق. فالتنين كان ضخم وحتى لما بيحاول يقتله هو واميليو بالاثر المشؤوم بيخرج التنين تلج من بقه بدل النار ومحدش بيقدر يتصدى ليه. ولكن فجاه فاليريون التنين بتاع اليسيا بيتحول لتنين ضخم وبيخرج نار من بقه وبيبدا في قتال التنين الثاني وهو بيحمي اليسيا والباقيين. فجاه بياخد اليسيا وشون واميليو في مكان غريب كده وبيبدا يتواصل مع اليسيا، وبتكتشف اليسيا ان بقايا روح ابوها موجوده جوه التنين ده وبيواجهها بالحقيقه. والحقيقه هي ان امها ماتت بسبب قطاع الطرق، وبسبب ده ابوها حس بالغضب وقرر ينتقم لها، علشان كده سابها وخرج ينتقم من قطاع الطرق. وقتها طاقته انتهت وهو بيستخدم الاثر المشؤوم، وفجاه الاثر بيسحب جسمه جواه، وده كله حصل بسبب طاقه الغضب والكره اللي كانت متجمعه جوه ابو اليسيا. ومن ساعتها وهو بقى بقايا لطاقه الاثر المشؤوم، ولكنه ممكن ينقل نفسه من مكان للتاني، وكان دايما موجود جوه فاليريون علشان يحمي اليسيا لو تعرضت للخطر زي دلوقتي. بيعتذر لها انه سابها وبيقول لها انه هيفضل موجود جنبها طول حياته. بعدها بيرجعوا للواقع مره تانية وبيقابلوا الباقيين، وكمان بيقابلوا جو وهو مع عائله التنين اللي هاجمهم، وبيقول لهم ان هم كانوا بيحمي عائلتهم بس لانهم كانوا فاكرينهم صيادين. وبعد ما بيخرجوا من الكهف بيقرر التنين يساعدهم وياخدهم وبيطيروا فوق الجبل، بيوصلهم لبعد الجبل وبيكمل باقي الفريق الطريق بنفسه، لكنهم بيكونوا قلقانين لان الملك ماشي من طريق مختلف وممكن يوصل لبابليون قبلهم. بيكون شون قلقان كمان لان بالشكل ده ممكن ما يقدرش يرجع للسطح مره تانية. وفجاه وهما بيتكلموا بيفقد جو الوعي، ولما بيصحى بيقول لهم ان حلم باحداث من المستقبل ولكنها احداث مش كويسه. بيقول لهم ان طاقه اندور اختفت من العالم والعالم كان على وشك الانهيار. ما بيكونوش فاهمين هو يقصد ايه بكلامه ده ولا هو حتى فاهم ايه اللي شافه، لكن الشيء الاكيد هو ان اندور في خطر. واثناء طريقهم كان الملك قاعد وبيقابل العالم اللي بيساعده في استعاده بابليون. بيقول له العالم ده انه وصل للطريقه اللي يرجع بيها المدينه ولكنه عايز يعرف ايه السبب. الملك بيرفض وبيتعصب عليه وبيقول له مالكش دعوه انت، وشكل كده في سر خطير وراه استعاده المدينه دي. المهم وفي نفس الوقت بعد ما باسكال بيمشي وبيسيب ايميليو والباقيين بيروح للقلعه علشان يعمل البحث بتاعه. بيوصل للمكتبه وهناك بيقابل عالم اصغر منه معجب بيه بيساعده في البحث بتاعه، ولكن باسكال مش بيقدر يوصل لسبب اهتمام الملك ببابليون. وبرغم قلقه ده هو متاكد ان طاقه اندور بتقل فعلا. وبنرجع تاني لشون واميليو اللي لما بيصحوا تاني يوم بيقابلوا واحد من الاجناتس اللي انفصل عنهم علشان يحاول يتحالف مع النبلاء، وجه النهارده علشان يبلغهم ان في نبلاء كتير واقفين في صفهم. بعدها بشويه بتوصل الاخبار لإليسيا فبتروح تبلغ شون واميليو لكنها بتلاقيهم عارفين، وبيكتشفوا وقتها ان ايميليو لسه مصمم ينتقم من الملك ويقتله حتى لو ما واجهوش. ولما شون بيجادله وبيتعصب وبيقول له ان لازم حد يتحمل الغل اللي جواه وبيقول له ما يتدخلش في الموضوع ده تماما. بيقول له انت حيالله مجرد دخيل وهترجع للسطح بتاعك في يوم من الايام. الواد ايميليو ده برضه بيتعصب شون وبيقول له انا قلقان عليك. بيقول له انت لو طاقتك خلصت هيحصل فيك زي ما حصل لابو اليسيا وهيتم محاصرتك من بقايا الاثر المشؤوم. ولما شون بيلاقيه لسه بيعاند بيضربه بيقول له انه مش هيسيبه، فهو مش بيفكر غير في نفسه وبس. اما عن باسكال فكان مستمر في البحث وقلقان لان طاقه اندور لسه بتقل وبالشكل ده اندور هتتدمر في النهايه. ولكنه بيلاحظ حاجه غريبه وهي ان التناقص الغريب ده حصل في نفس الوقت اللي الملك دايلزين حصل على العرش فيه، وكده الموضوع ده مش صدفه يعني. فبيخرج العالم التاني طياره نفاثه عملها في السر وبياخدوها بيروحوا لبابليون علشان يكتشفوا السبب ده بنفسهم. بيوصل ايميليو وشون والباقيين لمدينه بابل اخيرا، ولكنهم بيكونوا محتارين فين الباب بتاع الدخول للمدينه لحد ما بيقدروا يوصلوا ويتاكدوا ان مفيش فيه اي افخاخ. بعدها بيدخلوا ولكنهم بيقابلوا حيطه سد في طريقهم، بيكونوا مضطرين يتسلقوا الحيطه بنفسهم، واثناء ما كانوا طالعين بتفلت ايد ايميليو من الحجر وبيكون على وشك الوقوع والموت، لكن شون بينقذه فبيشكروا ايميليو على الرغم من انهم متخانقين. ولكن الحيطه دي ما بتكونش العقبه الوحيده في طريقهم، لان اول لما بيطلعوا بيكتشفوا ان هم مضطرين ينزلوا تاني لان مفيش جسر فوق الحيطه دي. فبيبداوا في النزول في مجموعات، ولكن بيتكلم ديمترو مع ايميليو قبل ما ينزل وبيقول له انه مش ناوي يقتل الملك. فبيسالوا ايميليو هو انت فاكر ان الملك هيتفاوض معانا؟ فبيرد ديمترو ان هو ما يعرفش في الحقيقه، لكنه بيجمع الجيش علشان يخليه يتنازل عن العرش، فالمشكله مش هتتحل بموته، وبيحاول يعرف منه السبب اللي مخليه عايز يقتله. فبيقول له ايميليو الحقيقه وانه عايز ينتقم لموت ابوه، ولكن ديمترو بيقول له ان هدف الثوره كان الانتقام برضه في يوم من الايام، وده لما قتلوا صديقه من الزازويان في يوم من الايام، ولكنه اكتشف ان القتل مش حل، وده لان عيله الشخص اللي هينتقموا منه هيدوروا عليه وعلى عيلته وهيكملوا سلسله الدم دي. وبيطلب منه ما يطلعش السيف بتاعه قصاد الملك وهو هيتفاوض معاه، لكن ايميليو بيسيبه وبينزل. فبينزل ديمترو وراه بيقول له انه يبقى يتكلم مع الناس الاول قبل ما يحكم عليهم، وبعدها بيكملوا في طريقهم للباب بتاع المدينه. وفي الطريق بيكون
بيكون شون مستغرب لانه مش مبسوط زي ما كان متوقع، على الرغم من انه هيرجع للعالم بتاعه قريب. هو بيسأل ايميليو اذا كان لسه مصمم على الانتقام، ولكن فجأة بيكتشف ان هم وصلوا لباب المدينة وبيجري ايميليو ناحيته بسرعة، ولكنه بيلاقي حد بيهجم عليه وبيمنعه من الحركة، وبيكتشف ان الزازويان عاملين له كمين. بيبداوا يقتلوهم، وعلى الرغم ان الملك امر إلدا بعدم قتل ايميليو الا انه مش بيطيع امره وبيحاول يقتله، لكن جو بيتصدى لهجومه وبيقرر يواجهه وبيخلي ايميليو يكمل الطريق للبوابة. بيروح شون وإليسيا معاه، ولكن هنا كانت المفاجأة. لويس بتساعد إلدا وبتكشف للفريق ان هي كانت بتخونهم وهي السبب في تسريب تحركاتهم دايما. فهي مهما كانت من الزازويان وكان ابوها وماما بيتعرضوا للتنمر، وكانت بتقضي وقت مع الفريق بس علشان تكسب فلوس. فبيقول لها ديمترو انا كنت عارف ان انت اللي ورا الخيانة دي. ولما بتسمع إليسيا الكلام ده بتتعصب وبتبدأ تهجم عليه. اما ايميليو فبيدخل البوابة مع شون، وشون بيوقفه وبيقول انه مش هيساعده في انتقامه وان المفروض يتكلم مع الملك زي ما قال له ديمترو. لكن ايميليو مش بيهتم بكلامه وبيضربه وبيكمل الطريق لوحده، وبيروح للملك اللي كان على وشك يرجع المدينة مع باقي العلماء. بيخرج الأثر المشؤوم بتاعه وبيقرر يهجم عليه. وفي الوقت ده كان شون في الطريق عنده هو وإليسيا، وفي نفس الوقت كانت المعركة مستمرة ما بين ديمترو ولويس. ولكن إلدا بيقرر يروح ورا ايميليو هو والباقيين، وبيسيبوا لويس تكمل معركتها مع ديمترو. بس ديمترو بيأمر فيليكس وميشا يروحوا وراهم قبل ما البوابة تقفل، ورغم ان هم بيرفضوا علشان قلقانين الا ان ديمترو بيكون مصمم. فبتستمر لويس في الهجوم على ديمترو وهي متعصبة وبتسأله انت ليه سبتني موجودة في الفريق رغم انك اكتشفت خيانتي؟ فبيقول لها انت ممكن تكون انضميت للسفاحين علشان الفلوس، لكني متأكد ان دي مش رغبتك الحقيقية، ومتأكد انك قتلت قلبك علشان تقنعي نفسك بالافكار دي. بيطلب منها تواجه نفسها بالحقيقة، واول لما بيقول لها كده بيختفي السلاح بتاعها وبتعيط وبتقول له انت عندك حق، وبتعتذر له هو وجو، بتعتذر له علشان حاولت تقتلهم. فبياخدها وبيروحوا ورا ميشا وفيليكس اللي كانوا بيواجهوا إلدا لكنه بيهرب منهم. ديمترو بيقول لهم ان ده مش مهم لانهم كده كده هيواجهوه في بابل. وبالفعل كان إلدا في طريقه البابليون وبيقابل اصحابه اللي اتصابوا اثناء القتال، لكنه مش بيحاول ينقذهم حتى. بيقتل صاحبه الثالث اللي اسمه كروكو، وإلدا قرر يرجع للسطح لوحده. في الوقت ده بيوصل شون وإليسيا عند ايميليو اللي كان بيواجه الملك وبيهاجمه وبيقول له انت اخدت مني كل حاجه، لكن شون بيصرخ فيه علشان يوقف القتال. اما باسكال فبيكون على وشك الوصول لبابليون مع العالم الثاني، بس فجأة قبل ما يوصل بيكتشفوا ان بابليون بدأت ترجع للحياه مره ثانيه. بتفتح البوابه لعالم شون وبيطلبوا من الملك انه يدخلها بسرعه، ولكن ايميليو كان مستمر في القتال معاه ومش راضي يسيبه. فبيتدخل شون في القتال وبيوقفه وبيسأل الملك بنفسه عن سبب قتله لابو ايميليو. لكن قبل ما الملك يجاوبه بيوصل إلدا عندهم وبيهاجم على ايميليو. بيكون عايز يقتله لكن الملك بيتدخل وبيحاول ينقذه، فإلدا بيطعنه وبيهرب. بعدها بيقرر يدخل البوابه علشان يروح للسطح، ولكن اول لما بيقرب منها بيبدأ يصرخ وفجأة بيختفي، وبعدها بتختفي البوابه. بعدها بيوصل ديمترو مع باقي الفريق في نفس الوقت اللي بيوصل فيه باسكال. بيشوف الملك متصاب وأميليو جنبه منهار، وبعد ثواني بيموت الملك وبيكون الكل مصدوم. ولكن بعد شويه الاوضاع بتهدى، بس المشكله ان باسكال مش بيقدر يتكلم مع الملك قبل ما يموت، وبالتالي مش بيعرف سبب اهتمامه بفتح بابليون. مش بيكون قادر يعرف السبب اللي خلى طاقه اندرو تقل في بدايه الحكم بتاعه، ولكنه بيقرر يدور على اي دليل حواليه بما ان الوقود بتاع الطياره اللي جم بها خلص، وكده مضطرين يرجعوا مع الباقي. وبسبب انتهاء الملك بيكون في ناس من فريق ديمترو فاكرين ان الثوره خلصت، لكنه بيقول لهم ان ده مش حقيقي وانهم لسه مكملين، وبياخدهم علشان يرجعوا. وبيطلب من لويس تلاقي طريقه علشان تفتح قلبها ليه مره تانية. بيروح شون يتكلم مع ايميليو علشان يهون عليه، لكن ايميليو كان متضايق وبيقول له انه مش هيقدر يرجع للسطح وكده مش هيقدر يوفي بوعده ليه تاني. فبيقول له شون طب ما انا كمان ما قدرتش اوفي بوعدي ليك، لكنه بيتعصب عليه بعد كده وبيقول له انه كان عايز يواجه الملك، وحتى ايميليو قال له كده في البدايه. فبيقول له ايميليو ايوه انا قلت كده، ولكني كنت بفكر في الانتقام منه طول حياتي، وعلى الرغم من انه مات الا اني مش قادر احس بلذه الانتصار اللي استحقها. بيقول له انا اثناء حتى ما كنت بواجهه كنت بحاول افتكر شكل ابويا الحقيقي، ولكني ما افتكرتش اي حاجه غير وش الملك وبس. بيقول له ده حتى باسكال حاول يخليني ادرك الحقيقه وادور اذا كان هو اللي قتل ابويا ولا لا، ولكن هو ما سمعش كلامه. انا كل اللي انا كنت عايزه ان انا اوصل للهدف بتاعي وبس. شون بيحاول يستفزه علشان يخرجه من اكتئابه ويرجعه لطبيعته، ولكن الغريب ان ايميليو كان ساكت على غير العاده. بيحاول يضايقه، فبيقرر شون يعترف له هو كمان ان ساعده قبل كده لما اتخانقوا مع بعض، وكمان ساعده لما إلدا هجم عليه. فبيقول له ايميليو انه كان مستغرب قوته وقدرته على القتال رغم انه من السطح، لكن شون بيقول له انا حتى انا كنت متفاجئ، فالسطح عندنا مفيش فيه الحروب او القتال بالشكل ده. فبيساله ايميليو عن خطته اللي عايز يعمله، فبيقول له ان هو مش ناوي يستسلم، واكيد بابليون مش الطريق الوحيد انه يرجع للسطح. بيقول له حتى لو في طريق جديد فانا هقابل في ناس جديده وهقدر احكي عنهم اكتر في الروايات اللي هعملها لما ارجع للعالم بتاعي. وساعتها بيحس ايميليو بتحسن لما اتكلم مع شون. في نفس الوقت ده كان باسكال مع العالم التاني واللي اسمه جوزيف، وكانوا بيحاولوا يعرفوا ايه سبب المشكله اللي حصلت وخلت البوابه للسطح ما تفتحش. بيتاكدوا ان المدينه بتاعت بابل شغاله بشكل طبيعي، فبيقول باسكال ان ممكن تكون البوابه مقفوله من السطح، لكنه مش هيقدر يتاكد من الموضوع ده غير لما يشوفها بنفسه. واثناء ما كانوا مكملين بحث عن المشكله بتوصل إليسيا وبتكون جايبه لهم اكل، فبياخدوا شويه راحه وبيقعد باسكال يتكلم معاها. بتساله انت ليه مكمل بحث رغم ان انت ما كنتش عايز تساعد اندرو؟ فبيقول لها انه بيعمل كده علشان شون لسه ما رجعش للسطح. وبعدها بيتكلموا عن ايميليو اللي بيكون
حاسس بالخذلان وبيكونوا عايزين يساعدوه لكن مفيش حد عارف ازاي. بيوصل شون وهم بيتكلموا وبيسالوا عن اللي وصلوا ليه في البحث، فبيعتذر له باسكال ان مش هيقدر يرجعه للسطح زي ما وعده، لكن شون بيقول له ان دي مش غلطته وان متاكد ان هم هيقدروا يصلحوا الباب بتاع بابليون، وحتى لو ما عرفوش فاكيد هيلاقي طريقه للرجوع للسطح حتى من غيرهم. وبيكمل كلامه وبيقول ان هم محتاجين يساعدوا ايميليو المكتئب، فبيفرح باسكال انه يعرف حد كويس زي شون وبيقول له ان ايميليو محتاج حد يشتته عن افكاره. وفي الاثناء دي كان ايميليو بيتكلم مع ديمترو بيساله عن خطته وبيساله اذا كان هدفه خلاص خلص لما الثوره خلصت ولا لا، فديمترو بيقول له ان الثوره لسه ما خلصتش ولكن الهدف الحقيقي هيبدا دلوقتي. فبعد موت الملك الاضطراب في البلد هيزيد والاسياد بتوع المناطق هيتخانقوا مع بعض علشان يوسعوا اراضيهم، ولحد ما الاوضاع ترجع لوضعها الطبيعي تاني هيكون عندهم شغل كتير يعملوه. وبيسالوا ديمترو هو انت ناوي تكتئب كده كتير، وبعد كده بيسيبه وبيمشي. بيوصل شون في نفس الوقت وبيحاول يشتت ايميليو زي ما باسكال قال له، بيطلب منه يتدرب معاه وعلى الرغم من انه بيكون رافض في البدايه لكن شون بيستفزه بيقول ان مفيش فايده انه يفضل مكتئب كده، فبيخرج ايميليو سلاحه وبيبدا يتدرب معاه. بيرجع ديمترو في الوقت ده ويتكلم مع باقي الفريق بتاعه عن خطتهم، واثناء الكلام بتروح لويس تقول لهم ان هي ناويه تسيبهم لان طول ما هي موجوده مش هيحسوا بالامان. لكن الطيار بتاع الزازويان بيوصل في الوقت ده وبيوصل رساله بان الزازويان محتاجين مساعدتهم لان السفن الحربيه بتحاصرهم من كل حته، والكل بيستغرب وجود السفن دي لان الجزيره محدش بيروحها في العادي. بس مش دي الحاجه الوحيده، فبعد انتشار خبر موت الملك بدات الاوضاع تخرج عن السيطره في كل البلد وقطاع الطرق زادوا لان مفيش حد ممكن يوقفهم. فبيقول ديمترو للباقيين ان هم محتاجين يوقفوا كل اللي بيحصل ده قبل ما الاوضاع تزيد. بتقرر لويس تنضم لهم وتساعدهم كتعويض عن اللي هي عملته، وعلى الرغم من انهم بيكونوا موافقين كلهم الا ان ميشا كانت لسه مش قادره تثق فيه هي وفيليكس. بنرجع تاني لايميليو اللي كان مستمر في القتال والتدريب مع شون، وبعد ما بيخلصوا بيتكلم شون معاه وبيقول له انه ما ينفعش يبقى مكتئب وكل اللي بيفكر فيه هو الانتقام وبس. بس ايميليو بيرد عليه بيقول له انا مش عارف هعمل ايه في حياتي دلوقتي. فبيقول له شون انت محتاج تعمل كل اللي تقدر عليه زي ما الباقي بيعملوا. فبيفضل يفكر شويه في اللي ممكن يقدر يعمله وبيقرر ينضم لديمترو والناس اللي معاه، وبعد كده بيروحوا بيقول لهم طلبه. بيقول انه عايز يعمل كده علشان يساعد الفقراء والضعفاء والناس اللي محتاجين مساعده زي اللي شافهم في طريقهم. فبيقبلوا ديمترو بيقول له اعتبر نفسك واحد مننا، وبيحس شون بالحماس وبينضم لهم هو كمان لحد ما يرجع للسطح مره تانية. في الوقت ده بيوصل باسكال وبيقول لهم ان هم محتاجين يروحوا للعاصمه ويكملوا نقاش هناك، وبيقول لهم كمان انه هيحاول يدور على السبب اللي مخلي بوابه بابليون مقفوله، وحتى لو ما عرفوش هيكتشفوا طريقه لرجوع شون مره تانية. بيتحركوا من مدينه بابليون وفي طريقهم بيساعدوا كل القرى اللي بتقابلهم، وفي واحده من القرى كان بيحاول احد النبلاء يستغلها ويسرق الاكل بتاعهم، وحتى بعت شويه رجاله من رجالته للهجوم على القريه. كانوا بيحاولوا يسيطروا عليهم لان الملك مات، لكن فرقه اجناتس بتوصل وبتحاربهم علشان توقفهم وبيهرب قطاع الطرق. فبيقعد ديمترو مع باقي الفريق وبيتكلموا مع رئيس القريه عن الاوضاع اللي حصلت في البلد بعد انتشار خبر موت الملك. بيحاولوا ان هم يدوروا على حل، فبيقول لهم رئيس القريه ان هم محتاجين ملك يسيطر على الاوضاع الحاليه دي. بيقول لهم ان الاشخاص اللي هجموا على القريه هيرجعوا تاني اول لما انتوا تمشوا وهيحاولوا ينتقموا مننا. فبيقرر ايميليو يروح ويتكلم مع الرئيس بتاع الاشخاص دول ويقنعه يوقف اللي هو بيعمله. بيروح مع باقي الفريق، بس الغريب ان هم بيلاقوا القلعه اللي قاعدين فيها فاضيه ومفيش فيها غير الرئيس بتاع القطاع اللي كان خايف ومستخبي. ولما ايميليو بيتكلم معاه هو وشون بيلاقوا خايف منهم بشكل مش طبيعي وفجاه بيموت وهو بيتكلم معاهم، وبيظهر إلدا من وراه وبنكتشف ان هو لسه عايش. بيبدا يقاتلهم، ولكن الغريب ان جسمه كان مختلف وبيظهر منه حاجات غريبه كده شبه الاشباح بتساعده في القتال ضد الفريق. في الوقت ده بيستغل إلدا انشغال الفريق وبيحاول يهاجم ديمترو، لكن المفاجاه الثانيه ان الزازويان اللي هو قتله في بابليون واللي اسمه كروكو بيظهر وبيكون اقوى من الاول. بيبدا يهاجمه بهدف قتله علشان ينتقم منه، ولكن إلدا بيهرب في بدايه القتال. فبيروح ديمترو يشكر كروكو على مساعدته وبيعرض عليه الانضمام ليهم، وعلى الرغم من انه كروكو كان بيعترض في البدايه ولكنه بيوافق بعد كده بهدف التخلص من إلدا مش اكتر. وبعد كده بيروح رئيس الزازويان وبيقابل ديمترو وبيقول له الاخبار الجديده، واثناء كلامهم بيروح باسكال يتكلم معاه ومع باقي الفريق علشان يبلغهم باخر حاجه وصلوا لها علاقه بمدينه بابليون. بيقول لهم ان بابليون تعتبر بوابه بين السطح واندورا زي ما كلنا عارفين، لكن من الواضح ان البوابه مقفوله من الجانب الثاني واللي هو السطح. ورغم ان هم حاولوا يعرفوا السبب لكنهم فشلوا، وبالشكل ده بوابه بابليون مش هتشتغل زي ما كان متوقع. ولكن ده خلاهم يكتشفوا ان التناقص في الجزيئات والطاقه بتاعت اندورا ملهوش علاقه ببابليون زي ما كانوا شاكين في البدايه. وبيبلغهم ان رؤيه جو كانت حقيقيه، ولو فقدوا الطاقه اللي بتحمي اندورا فالعالم بتاعهم هيتدمر. فبيقول لهم الرئيس ان في رساله وصلت له بتقول ان رجاله الدين المتطرفين نشروا الخوف ما بين الناس وقالوا لهم على موضوع تناقص الجزيئات ونهايه العالم ده، ولكن المشكله ان ده بيزود الدمار بتاع البلد اكتر مع الاوضاع الغير مستقره الحاليه. وبيحس باسكال ان شون بدا يتاثر، فبيقول له ان هم هيلاقوا طريقه تانية يرجعوا بيها لوطنه، ولكن شون بيقول له يركز على اندورا الاول. واثناء ما كانوا بيتكلموا كان فيليكس وميشا مع كورو، ولكنهم كانوا متضايقين من انضمامه ليهم، فبتحصل خناقه ما بينهم وكانوا على
وشك القتال، لكن رئيس السيزويان بيتدخل وبيوقفهم. بيعتذر نيابه عنه وبيقول لديمترو انه عايز ينضم للاجناتس لانه مش هيقدر يشوف بلده بتتدمر من غير ما يعمل اي حاجه. فبيفرح ديمترو لانه كان مستني حليف قوي زيه. بعدها بيروح للجزيره بتاعتهم اللي كان بيتم محاصرتها، وكان قطاع الطرق على وشك الهجوم عليها ولكنهم بيوقفوهم. بيروحوا بعد كده يتناقشوا في خطتهم لانقاذ باقي البلد في طريقهم للعاصمه، وبيقترح الرئيس ان هم يروحوا للشمال ويتفاوضوا معاهم بغرض السلام، ولكن كلامهم بيتقطع بسبب دخول ابنه اللي بيبدا يعيط اول لما بيسمع كلامهم. فبيطلب اميليو ان هو يتكلم مع شون وديمترو وبيقول لهم اللي احنا بنعمله ده انا حاسسها فكره مش كويسه، لان الناس لسه شايفه الزازويان كوحوش، وارسال واحد منهم بهدف السلام تعتبر فكره سخيفه. وبيعرض على ديمترو انه يبعت معاه ناس تانيين، فبيوافق على فكرته. بيروح اميليو بعد كده للصيد مع شون، ولكنهم بيشوفوا ابن الرئيس بيعيط مره تانية لان ابوه ماشي. فبيتكلم اميليو معاه بيقول له يعترف لابوه بحبه ليه واعجابه بيه، وهو بيقول له ما يقلقش لان ابوه لما يسمع الكلام ده هيفرح بيه فعلا. وبالفعل لما بيرجعوا بيعترف الواد لابوه انه معجب بيه، وبيشوفوا اقوى واحد، فبيفرح الرئيس من كلامه. واثناء ما كان باسكال شغال مع جوزيف بيروح اميليو يتكلم معاه وبيساله عن اللي كان عايز يعرفه من الملك قبل ما يموت. فبيقول له انه كان عنده مجرد احساس بيقول ان الملك كان عايز يقابل حد على السطح. فمن حوالي 10 سنين قرر الملك يوحد الشمال مع ابو اميليو، وممكن يكون هو اول واحد اكتشف بابليون في الوقت ده، ولكن مفيش اي وثائق عن اللي حصل. وحتى اميليو ما كانش قادر يفتكر اي حاجه، وحتى نسي شكل ابوه الحقيقي، ولكنه بيطلب منهم يساعدوه يعرف كل حاجه عن الملك. وبالفعل بيقرر باسكال وجوزيف ان هم يساعدوه. وتاني يوم بقى بيبدا فريق اجناتس يتفرقوا وبيودعوا الرئيس قبل ما يروحوا للشمال. هو بيلاحظوا كلهم من التغيير اللي حصل لاميليو، وحتى ان الرئيس بيقول ان هيكون الامل بتاع البلد بتاعتهم لما يكبر. وبعد ما الفريق بتاعنا بيوصل للعاصمه بنسمع الخادمات وهم بيقولوا ليه سايبين القلعه من غير حاكم كده، بس الخادمه التانيه بترد عليها بتقول لها انها متاكده ان الامير ايميليو حي وكويس، بس هم لسه مش عارفين الملك مات ازاي. في الوقت ده بيدخل عليهم احد الحراس وبيقول لهم ان الامير ايميليو عاد لينا. وبنرجع للفريق بتاعنا تاني وبيقول شون ان القلعه دي شكلها حلو جدا، اما ايميليو فبيقول انه كان في السابق مشغول بالهرب وما شافش جمال القلعه قبل كده. وبتقول اليسيا ان هي اللي حسبهم شويه ناس قليلين وبس. في الوقت ده بيطلعوا الخدم وبيرحبوا بالامير واليسيا. بعدها اليسيا بتطلع وبتقول لهم انا اسفه علشان اتاخرت، لكن بيقولوا لها مش مهم. بعد كده بيطلع رئيس الحرس وهو بيقول انا مبسوط اني شفتك تمام، وانا كنت مستنيك من بدري. وساعتها بياخد باله من الفرقه اللي مع الامير وبيقول له هم صحيح مين دول؟ فاميليو بيقول له دول صحابي اللي قابلتهم في رحلتي. الخادمه بتقول له اكتر من نص الجنود ما رجعوش بعد ما الملك مات. فاميليو بيتصدم من العدد. فالرئيس بيقول له ان هم استغلوا الفوضى اللي حصلت وبقوا قطاع طرق، والباقي كان مستنيين رجوعك. بيسمعوا صوته بيكون حصل سوء تفاهم ما بين الجنود، واتنين من مجموعه بطلنا بيحلوه. وبنروح لباسكال وجوزيف اللي بيقولوا ان محدش هيهتم بالابحاث بعد الفوضى اللي حصلت دي، بس طول ما احنا عندنا عقول فلازم نستخدمها علشان نعمل الخير. بنروح خارج القلعه واتنين من الزازويان بيقولوا ان البشر مش هيعيشوا مع جنسنا بسهوله، بس اتمنى ان البلد تزول منها الكراهيه وترجع زي الاول تاني. فالبنت اللي معاه بتقول له كل ده معتمد على ايميليو. بنروح للمختبر وبيكون الكل متوتر هناك، وبيقولوا ان حتى الجزيئات بتاعه الطاقه انخفضت في الجنود وكده المملكه في خطر. وبينتقل بينا المشهد عند الجنود في مكان غريب كده، وهم بيقولوا الوحوش دي كتير علينا وبيفكروا في الهرب. ولكن هل دي هتكون النهايه؟ كل ده واكتر هنعرفه في الحلقه اللي جايه، فما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناه وتعرفني لو انت عايز ينزل جزء جديد من الانمي ده. واشوفكم الفيديو الجاي. سبحان الله وبحمده، سبحان ربي العظيم. صلوا على النبي وسلام.